لقاء مع الفنانة ميرال شفيق واللي اتكلمت عن مشاركتها في مسرحية حب من طرف حامد. أنا ميرال شفيق، اسم الشخصية بتاعتي عالية. المسرحية كوميدية بتقدم رسالة في وسط الضحك، بس يعني أنا بشوف إن الضحك في حد ذاته رسالة. فحلو قوي إن احنا الناس بتدخل لنا بتبقى مهمومة، طبعا أنت عارفة مشاكل الحياة، بيطلعوا مبسوطين الحمد لله وبيضحكوا. أحلى حاجة إن هي بتعجب الأطفال وبيتبسطوا بيها، فدي حاجة بسطاني بصراحة. هو ميدو اللي رشحني في الدور، احنا صحاب من زمان، فهو عارف ان انا بشتغل كتير قوي ميديا، بس ممكن المسرح اول مره مسرح دوله. اشتغلت مسرح كتير بس مش مسرح دوله، فهو اللي رشحني فيها والحمد لله. يعني كان الاجواء لطيفه، وسهى المخرجه لطيفه جدا جدا جدا، وبتقود الدنيا بسلاسه كده وبساطه. والدنيا كانت عباره عن احنا صحاب بنقول افات مع بعض، حد عنده افيه ممكن يقوله لزميله، يعني كلنا مع بعض كده مبسوطين. يعني الحالة كانت لذيذة قوي. المسرح صعب جدا، انا بشتغل مسرح من سنين كتيرة قوي، وخريجة معهد فنون مسرحية. فالمسرح بيبقى اصعب بكتير طبعا من الميديا، لانه مفيش الاعداد. طبعاً احلى حاجه في الدنيا التفاعل مع الجمهور، ان انت بتبقي بتمثلي وشايفه الفيدباك او رد الفعل في وقتها، مش محتاجه الفيلم ينزل او المسلسل ينزل، انت شايفه الافيه ده بيضحك الناس، مبسوطه بحاجه زي كده. فدي بتبقى احلى حاجه، وبتبقى احلى لحظه للممثل اصلا وهو واقف على المسرح. الحمد لله احنا ما كناش متوقعين الاقبال ده كله، لانه الناس اتبسطت بيها، فبقى الناس اللي بتيجي بتكلم الناس اللي ما جاتش، فبقى الموضوع في كل يوم فيه تزايد والناس بتيجي اكتر. فحاسه ان الناس مبسوطه قوي يعني بيها. بصور فيلم ان شاء الله مع هشام ماجد واستاذ رامي امام، فلسه ان شاء الله كواليسه يعني في الايام الجايه هتعرف.